في مخلوق غريب جدا بيعيش بين الحياة والموت. الناس بتسميه سمكة الرئة، لكن في بعض الأماكن بيطلقوا عليه اسم أغرب، السمكة الخالدة. لو بتحب الغرائب والغموض ما تنساش تشترك وتعمل لايك واستنى اللي جاي، لأن اللي جاي أغرب بكتير. السمكة اللي ممكن تقعد سنين كاملة جوه الطين من غير ما تموت. القصة بدأت لما العلماء كانوا بيلاحظوا نهر في أفريقيا بينشف كل صيف، لكن الغريب إن بعد أول مطر كانوا بيلاقوا السمك بيرجع يعيش تاني كأن مفيش حاجة حصلت. فضلوا يدوروا ويكتشفوا إيه اللي بيحصل تحت الأرض، ولقوا كائن غريب شكله عادي من بره لكن معجزة من جوه. السمكة دي لما بتحس إن المية بدأت تقل بتبدأ تحفر في الأرض وتعمل لنفسها بيت من الطين، وتلف حوالين جسمها بطبقة سميكة جدا تحميها من الجفاف. وبعدين تبدأ مرحلة الرعب الحقيقية. السمكة تقطع النفس تقريبا وتعيش على كمية بسيطة جدا من الأكسجين بتخزنها في جسمها، وفي نفس الوقت بتفرز مادة بتمنع جسمها من التحلل أو التعفن. يعني حرفيا بتدخل في ثبات الموت لكن لسه عايشة. سبحان الله، العلماء اكتشفوا إنها ممكن تعيش بالشكل ده لحد 5 سنين كاملة، وفي تقارير بتقول إنها فضلت نايمة في الطين أكتر من كده بكتير جدا. ولما المطر بينزل والمية ترجع السمكة تصحى بهدوء وتكسر الطين وتخرج كأنها اتولدت من جديد. تخيل كائن بيعيش من غير هواء، من غير أكل، من غير حركة، ومع ذلك يرجع للحياة كأنه لسه مولود النهاردة. وأكيد دي معجزة من ربنا. بس السؤال اللي محدش قدر يجاوب لحد دلوقتي، إزاي جسمها بيقدر يفضل سليم كل المدة دي؟ وإيه السر اللي مخليها تتحدى قوانين الطبيعة؟ هل هي مجرد سمكة ولا حاجة أكبر من كده بكتير؟ لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى فيديوهاتي اللي جاي.